واش في خبارك ان البارح 10 غش كان عيد وطني للجاليه المقيمه بالخارج، الجاليه المغربيه اكيد، فعيد وطني مجيد واللي وصلت التحويلات ديال هذه السنه 2026 من شهر يناير حتى ليونيو حتى ل 61 مليار درهم. يعني كنتكلموا في 6.6 مليار دولار اللي هو رقم كبير. وزياده عن ذلك مقارنه بالسنه اللي فاتت، زياده اللي هي 9.9%. زياده ما شاء الله، كاين نمو، واللي كتساهم بشكل كبير في الاقتصاد ديال المغرب، وكتساهم في تحسين الحياه المعيشيه ديال مجموعه من الاسر. واللي صراحه ما كرهناش في نظركم، واعطوني الراي ديالكم في التعليقات، لجنه تكون في البرلمان خاصه بهذه الجاليه هذه. يعني كتكلموا في 61 مليار درهم، يعني ضروري ما تكون يعني في البرلمان واحد اللجنه خاصه كتسهر على المشاكل وعلى الاشكالات اللي كتعاني منها الجاليه المقيمه بالخارج، وخصوصا في اعاده هيكله، يعني اعاده الاستثمار ديال هذه الاموال الطائله اللي كتصب في الاقتصاد المغربي. يعني نتكلموا على سعر الصرف، نتكلموا على خدمات بنكيه لتسهيل هذه العمليات هذه في نفس الوقت، استثمارات ولما لا، يعني حتى بالنسبه للمساطير الاداريه ديال المستثمرين الجاليه المغربيه. فهذه كلها صراحه اشكالات اللي تستحق تواجد لجنه في البرلمان كتدافع على هذه الجاليه او على هذه المبالغ الكبيره اللي كتضخ في الصندوق في الاقتصاد المغربي. وتبارك الله عليكم يا شباب.